قولهم علي كرم الله وجهه، أيضا خصصوا عليا بهذا التكريم. نحن نقول علي كرم الله وجهه لا شك، لكن لماذا خصصنا عليا دون أبي بكر وعمر وعثمان؟ نقول لكم كما قلنا آنفا، لقد سمعتم الشيعة يقولون الإمام علي كرم الله وجهه، لكن ما سمعتم منهم من يقول في أبي بكر وبقية الإمام أبو بكر. كذلك ما قالوا ولن يقولوا أبو بكر كرم الله وجهه إلى آخره. لكن ألم تسمعوا كثيرا من مشايخ المسلمين يقولون قال علي كرم الله وجهه؟ نعم، الأخرى كالأولى تماما، والأخرى كالأولى تماما، أعني الأخرى كالأولى تماما من حيث استعمالهم، والأخرى كالأولى من حيث عدم جواز تخصيص الأولى كالأخرى بعلي دون الأولين من الخلفاء الراشدين. لذلك ينبغي أن نحفظ ألسنتنا من أن نقول قال علي كرم الله وجهه وحده، أو قال الإمام علي وحده. إن كان ولا بد أعطينا لبقية الخلفاء ما نعطيه له من الوصف، وهو وصف يصدق عليهم جميعا لكي لا نفرق بين أحد منهم. لا شك أن هذه آية جاءت في الأنبياء والرسل، لا نفرق بين أحد من رسله، ولكن أتباع الرسل ينبغي أن نسلك فيهم السبيل الذي نسلكه مع الرسل. فهؤلاء جمعهم الرسول عليه السلام في بوتقة واحدة كما يقولون، في عبارة واحدة، في جملة واحدة، حيث قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر 10 مبشرين بالجنة. فإذا لا نفرق بين أحد منهم غيره.